ديما ملي كيتحرقوا لي يديا بالشمس اولا بالبحر ولا كيكونوا فيهم تصبغات، هذه هي الوصفه اللي كتهنيني من الكحال. كما كتشوفوا البنات غادي تشوفوا معايا النتائج ديال هذه الوصفه هذه، اقسم بالله العلي العظيم وانا كنحلف وانا صادقه حتى النتائج ديالها خطيرين كما كتلاحظوا البنات. واعره هذه الوصفه هذه، يعني هذه هي اللي كنعتمد عليها بزاف وبزاف، بالخصوص في الفصل ديال الصيف اللي كنتعرض فيها في الشمس، البحر، لا بيسين، يعني دغا كتشد فيا الشمس. هذه هي الوصفه وقلت ضروري ما نشاركها معكم، ضروري نتوما ما تكونوا تحتاجوها، وقلت علاش لا ملي نديرها نبارطاجيها معكم. المهم البنات الله يعطيكم السر، اللي شافت الفيديو تخلي لي لايك ديالها وتعليق ديالها. الله يرحم لكم الوالدين البنات، كنطلب فيكم بحال اختكم بحال جارتكم بحال صاحبتك بحال اي وحده، يعني غير كتشوفي الفيديو ما فيها باس انك ديري واحد لي لايك عادي، يعني ما غتخسري حتى شي حاجه. مهم غادي غير دي لاجر، هذا هو اللي كاين اختي. اول حاجه اختي ملي غادي تاخدي بطاطا غادي تغسليها وغادي تخليها بقشورها وغتحكيها بالحكاكه الرقيقه ماشي الغليظه اختي، الحكاكه الرقيقه. تبعي معايا اختي الوصفه هذه قسما بالله الا ما رجعوش يديك كيشعلوا احسن من دياولك، يعني الجلده كتبدل وكيوليو بيضين كيشعلوا، اقسم بالله العلي العظيم البنات كما قلت لكم راه النتائج ديالها في هذا الفيديو هذا غادي تشوفيهم بعينيك. يعني الوصفه ناجحه مليار في المية، لحقاش هذه الوصفه هذه عمرني ما استغنيت عليها، كنجرب جميع الوصفات وحتى شي وصفه ما كتبرد ليا القلب بحال هذه الوصفه هذه اللي غادي نبارطاجيها معكم. المهم اول حاجه البنات كما قلت لكم حكوا البطاطا بالحكاكه الرقيقه وتكون ديجا مغسوله ومنشفه باش ما يكونش شي حاجه ديال التراب ولا شي حاجه، وتبقى بجلودها بالقشره ديالها. غادي كما شفتوا البنات انا حكيتها فيها 3 المكونات، والله القسم البنات حتى 3 المكونات. اللي ما بغاش تهلا في راسها نوضي اختي تقعدي نوضي ديري لي الوصفه، راه 3 المكونات موجودين عندك في الدار، وراه لا غلا على مسكين، راه تهلاي في راسك بابسط المكونات. لما تهليتيش في راسك اقسم بالله ما كايناش اللي غادي تجي وتقول لك اجي اختي نمشط لك شعرك ولا اجي اختي ندير لك ديك الوصفه في رجلك ولا في اليدين، راه ما كايناش. كوني اكيده شتي حتى من امك راه ما يمكنش انا تقول لك اجي نوريك اشنو ديري. ديريه لراسك تهلاي في راسك وكثري من الوصفه الطبيعيه راه كيردوك كتشعلي. كما كتشوفوا البنات هنا درت واحد معلقه تاع الخميره الحلويات، درت معلقه وحده وغادي نمعس كما كتشوفوا هذيك الخميره بحال غتهري ليا. ضحكوا لي اختي عليها تهري ليا، يعني غادي ترطب ليا البطاطا. فهمتوا؟ ما عرفتش واش فهمتوا ولا لا. المهم بقيت معكي اختي معكي حتى كتبان لك البطاطا انها دابت مع الخميره. وغادي تزيدي لي اختي اكسجين نمره 9، غادي نديرو 2 معالق صغار ديال اكسجين نمره 9. اللي غتقول لي اختي الاكسجين راه غيحرق ليا يديا ولا يحرق ليا، غتشوفي اختي انا يديا واش محروقين ولا لا. انا راه كنتعرض للشمس وبالخصوص انا كتشد فيا الشمس شي غير في الدار، شي في الدار كنكون في الدار كتشد فيا الشمس. وقوليتي اختي سبحان الله غير داك غير السخونيه ديالها كتاثر فيا. وهاتي غتشوفي يديا واش محروقين ولا لا. حنا بعيدا يعني كل بعد على الوجه، انا كندوي لك غير على يديا وانت كتشوفيهم. المهم هانتوما البنات كما كتشوفوا الوصفه هنا غتبقاي تخلطي اختي تخلطي حتى كيتضاعف الحجم ديالها، هي كتفاعل يعني غادي تتفاعل ولكن غتبقاي تخلطي كما كتشوفوا البنات. هنا بقيت كنخلط فيها مزيان حتى ديك البطاطا طلقت ليا النشا ديالها وكل شيء تطلق. المهم هنايا البنات راه يديا راهم حالتهم حاله. راه كنت خرجت واحد الخرجه مع وقيته تاع 2 أو 3 وشدت فيا الشمس شدت العمى، والله القسم البنات ما بغات تطلق مني. هانتوما البنات كيما غنوريكم الطريقه اللي كندير انا، اللي هاد الوصفه هذه راه ديالي البنات، ما كايناش في اليوتيوب نهائيا، ما غتلقايهاش في اليوتيوب، ولكن ديالتي انايا كنطبقها على يدياتي ملي كيتحرقوا لي بالشمس، ولكن انا بغيت نبارطاجيها معكم ملي نبغي نديرها. المهم هانتوما البنات ضروري من هاد الليقات هادو اولا الليقات ديال الشقه ديالك، المهم اللي كانوا هادو البنات كناخذهم انا راه غير بدرهم اولا 30 ريال على حسب كل واحد فين بشحال كيبيعهم. تمشي عند المكياج راه غادي يبيعوهم لك. المهم هنايا هذه هي الوصفه ديالي كما كتشوفوا راه يعني ولات كثيره. غادي ديري شي 2 معالق ولا 3 في الميكال داخل باش تسهل عليك العمليه ديال باش ديريها في يديك. نتمنى البنات يكون كل شيء واضح لك وكل شيء باين لك. غادي ندير حتى
اليد الاخرى. وهاد الوصفه ديال البنات راه ممكن ديروها حتى في رجليكم، ممكن الا الوجه. البنات انا كنقول لكم اليدين ديالكم ماشي الوجه ديالكم، تمشي اختي ديري الوجه ديالك وتحرق ويتشوط وتقولي اختي انت اللي عطيتيني الوصفه. انا اختي عطيتها لك على يديك ماشي على وجهك، باش تشوفي النتائج ديالها ديك الساعه وتقولي اجي نديرها على وجهي باش يبيض ليا ديك الساعه. لا اختي انا ما نتحملش مسؤوليتي، انا المسؤوليه ديالي نتحملها. الا درتيها في يديك اييه ديري اختي في وجهك ما نعقلش عليك. المهم نتوما البنات هنايا وزعتها اولا سرحتها، المهم بحال اختي كي وزعتيها كي سرحتيها الله يرزقها الصحه والسلامه. راه كلشي مفهوم في الفيديو. كما كتلاحظوا البنات غادي دابا نخشي ايديا بحال هكايا صافي، وغادي نخليها البنات واحد نص ساعه. نص ساعه حبسي، ما تكتريش اختي اكثر من نص ساعه. المهم هنا غادي ندير اليد الثانيه وغنخليها نص ساعه، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا النتائج ديالها. غير هي ملي ديريها البنات ضروري ما تبقاو ديروا لها بحال هكايا، توزعي مزيان مزيان البلاصه اللي ما بات لك فيها الوصفه. هزي شويه بحال هكا طلعي وهزي من فوق الميكا بحال كيما كندير انا. غير كيبان لي هكا الزايد هنايا كنجيبو هنايا كنحطو هنايا، هو داكشي فوق الميكا. فهمتوني يا البنات ياك؟ المهم كما كتشوفوا غادي نخليها البنات نص ساعه وغادي نرجع معاكم باش نحيد هذيك الساعه. ديك الساعه وتشوفوا النتائج ديالها. هذه البنات اللي الا كان عندكم شي عرس، المهم قيدوها عندكم. الا كان عندكم شي عرس اولا شي حاجه في الفصل ديال الصيف ولا الفصل ديال الشتاء ولا الربيع ولا الخريف، المهم اي وقت يدياتك حالتهم بجافيل وداك الشيء، ديري ليها الطريقه هذه وردي عليا الخبر. ولا البنات اللي باغيين ينقشوا اللي تيكونوا يدياتهم هكا حالتهم ديريها وردي عليا الخبر. المهم هانتوما البنات من بعد دازت نص ساعه، شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله، وصفه خطيره. نسالكم التقليد البنات الا ما بارطاجيتوهاش، وتستاهل بارطاج وحق الله حتى كتستاهل بارطاج. بارطاجي الوصفه راها واعره واعره والله القسم البنات. شوفوا شو البياضه البنات، خطيره خطيره وواعره بزاف بزاف. صافي البنات انا غادي نمشي نغسل يديا ونرجع معكم باش تشوفوا. المهم هانتوما اقسم بالله البنات بلا فلتر بلا حتى شي حاجه. الا لاحظتوا هنا راه كنقرب لكم كيمشي، الا لاحظتوا النص فين كندير البلاستيكه ديال الليغاز راه النص بيضه ومن الفوق راه سمراء. ما عرفتش انا علاش ما بانتش لكم. مهم راها وصفه خطيره واعره واعره يا اختي، واعره واعره وبزاف بزاف. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. راها ما نكذبش عليكم، اللي جربتها ترجع دير الكومونتير وتقولي لي اختي الوصفه كيف جاتك، وديروها حتى رجليكم البنات الا بغيتوا.